لما يكون عندنا مكانين عايزين نفصل ما بينهم ومش عايزين يكون في حيطة سميكة تحجب الضوء وتحجب الرؤية، ففي عندنا أكتر من اوبشن نقدر نستخدمه. تعالوا نتعرف على أنواع البارتيشنز أو الفواصل. أول اوبشن معانا وهو البارتيشن الخشب، وبالنسبة لي هو أقربهم لقلبي الحقيقة، لأنه أنا في العموم بحب ملمس الخشب، بحب تكتشر الخشب، بحب تفاصيل الخشب بشكل عام. ومن مميزات الفواصل الخشبية بقى إننا نقدر نحركها من مكانها، يعني لو زهقنا من مكانها نقدر نفكها ونركبها في أي مكان تاني. يعني هي قابلة للتحريك بسهولة جدا. وكمان هنقدر برضو نوظف البارتيشن الخشب ده في إننا نعمل فيه أرفف تبقى زي مكتبة، أو إننا نحط فيها أكسسوارز للشقة بيبقى شكلها تحفة جدا. تاني اوبشن معانا النهارده وهو البارتيشن المصنوع من الجبس او الفواصل المصنوعه من الجبس، ودي تعتبر اقلهم تكلفه معانا النهارده، اقل من الخشب واقل من البارتيشنز اللي هنشوفها بعد كده. بس طبعا من عيوبها اننا ما نقدرش نحركها من مكانها، هي بتبقى ثابته طول الوقت. تالت اوبشن معانا هو البارتيشن الستيل او الفواصل المصنوعه من الستيل، ودي من مميزاتها بقى ان هي بتعكس الضوء، هي بتشتغل زي المرايه بالظبط، فبتعكس لنا الضوء وتحسسنا ان المكان اكبر او مساحته اوسع من الحقيقه. بس خلونا نقول ان كمان من عيوب البارتيشن ده انه اللمعه بتاعته اكيد مش بتدوم طول الوقت، حتى لو كان نوع الستيل جودته عاليه جدا هو برضو مش هيفضل اللمعه بتاعته عايشه طول العمر، هي مصيرها تروح في يوم من الايام. لكن برضو من مميزاته ان هو سهل جدا في التشكيل، ونقدر نعمل منه اشكال CNC زيه زي البارتيشن الخشب بالظبط. اخر حاجة معانا النهاردة وهي الفواصل الزجاجية، ودي تعتبر اكتر حاجة مودرن معانا النهاردة. ومن مميزاتها بقى الفواصل الزجاجية اننا نقدر نرسم عليها، فبتبقى عاملة زي الطابلوه الشفاف كده، شكلها شيك جدا. بس انا في رأيي الشخصي انه مهما كان الزجاج معالج برضو بطريقة معينة، احنا لازم نتعامل معاه بحذر شديد جدا، لانه في الاول وفي الاخر زجاج، وده يعني يعتبر العيب الوحيد اللي فيه. قولولي ايه اكتر فاصل من الفواصل دي انتوا حبيتوها وممكن تستخدموها في شقتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.